قال إمامنا الصادق عليه السلام: مو تنقهر إذا أجتك بنية. بعض الناس المصيبة تعرف شنو؟ أنا والله انتقدت قضية في بلد ما، انتقدت هذه الظاهرة. شفت أكو عائلة الله رزقهم بنية، الرجال ساكتين كل شيء بيقولون، الحريم شو يقولون النساء؟ مسكين الله رزقه بنية. الحين إذا البنية عار، مو أنت هم أنت بنية، أنت هم مرية، هذا من جنسك، ليش أنت متأذاية؟ أنت هو الرجل مستانس ما قايل شيء، أنت متأذاية ليش؟ وش فيها البنية؟ البنية قهر، صح، البنية قهر، البنية مشكلة، البنية مسؤوليتها أشد من الولد، لكن هذه نعمة للأبو. صدقوني أنا أعرف ناس من الرجال المؤمنين لما يتزوجون إذا إنتاج الأول كان ولد ينقهر، يحب إنتاج الأول يكون بنية. شو بنية يعني خير ماكو حنفية مولانا والله يفتح خير عليك. أقول لك روايتين فقط. شوفوا الإسلام شلون عالج الرواسب الجاهلية والأفكار المغلوطة في زمان الجاهلية، وشلون حبب المرأة هاي البنت اللي كانت تندفن، شلون بهالروايات الإسلام جعل لها مكانة في القلوب. قال إمامنا الصادق عليه السلام: البنات محنة. ليش محنة؟ مولانا هي بنية بعد، هي عرضك، لما تكبرها شوية تكبر تقوم تخاف عليها، تروح المدرسة تخاف عليها، تتزوج تخاف عليها، ما تدري رجلها يطلع نذل يطلع خوش واحد، تخاف عليها إلى أن أنت تموت وهي تموت الله تفتك. فالإمام الصادق يقول: البنات محنة والبنون الأولاد نعمة، لكن شنو؟ والله تعالى ما يعطي الجنة للأب على مود آن الولد، والله تعالى يعطي الجنة بالمحنة لا بالنعمة. انت طول عمرك شايل هم البنية وكذا، الله يقول احنا ابتليناك، هاي كم يوم انت عايش بالدنيا شايل هم بنتك ومدلل بنتك وداير بالك عليها، الله يدخلك الجنة بسبب بنتك مو بسبب ابنك. الحين سوق الأولاد اليوم يح يخوف، ورصيد البنات يح يصعد، مو إن شاء الله. ولا هاي الرواية سبع، هاي الرواية قنبلة، هاي الرواية مولاي الكريم، يعني احنا هيك بعد ما أن قيمة عند آبائنا وأمهاتنا، رصيد البنات اليوم يح يصعد. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله النبي الأعظم: ما من بيت فيه البنات. شايف بعض الأوقات يقول لك هذا مسكين، هذا كله عنده بنات، أبو البنات، هنشوف هذا المسكين أبو البنات الله عز وجل ايش قاعد يسوي له. قال رسول الله: ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 بركة ورحمة من السماء. كل يوم 12 رحمة وبركة تنزل من السماء الخاطر البنات اللي بهذا البيت. ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت، ما تنقطع الملائكة، صاعدة نازلة، يعني الله مهتم هذا البيت ببنات. يكتبون الملائكة شو يسوون؟ جايين هالشكل على الفاضي صاعدين نازلين؟ النبي يقول يكتبون، مو للأم، استانسوا انتوا الآباء اللي عندكم بنات، يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة. انت عندك بنية كل يوم برصيدك الله يكتب لك عبادة سنة. الله يقول هذا مقابل أنه البنية شوية وراها مسؤوليات وكذا، كل يوم انت برصيدك. أخاف بعد هاي الرواية الناس يفكرون يقول خلاص بعد ماكو حاجة إلى ليلة القدر، احنا طول السنة نحصل رصيد أكبر من ليلة القدر، كل يوم وليلة عبادة 1000 سنة ببلاش مسجلين. نيال الآباء اللي عندهم بنات حقيقة في الواقع. شوف عظمة الإسلام، يقول لك نعم خلي يكون عندك إنتاج. ليش؟ يقول لك هذا استثمار، هاي تجارة، تصير عندك بنية يصير عندك ولد، انت خلاص تجارة مع الله، يعني نفتح الحنفية عليك كل حسنات ورحمة وبركة، وآخر شيء هم جنة ببلاش.